نقار الخشب كان بيصطاد عشوائي في النهر، وفجأة لقى قطعة ذهب، بس ملحقش يفرح. ضفدع خد طقم الأسنان الصناعي ورجعه وضربه جامد، والأسوأ من كده كان في حرامي بيراقبه من فوق التلة. لما شافه بيدور على ذهب، الحرامي افتكر غلط إن الشنطة اللي ورا نقار الخشب فيها ذهب. وأول ما نقار الخشب كان بيغسل الصحون، لقى مسدس على دماغه تحت تهديد الرجالة. نقار الخشب ما كانش قدامه غير إنه يتفرج عليهم وهم بياخدوا شنطته. غضبان، نقار الخشب مسك مدفع عشان يرد. الرجالة افتكروا إنهم ممكن يستخبوا وهم منحنيين، لكن القذيفة رجعت لهم بعد ما ارتدت. نقار الخشب استغل الفرصة وخد الشنطة، بس الحرامي فجأة شد الحبل ورجع الحاجات تاني. نقار الخشب ساعتها حرك ديله واتجسد كأنه قاذف قنابل، وبدأ هجوم جوي. الحرامي جري بسرعة واستخبى في الكهف. ساعتها نقار الخشب اتبع الآثار على طول، بس لقاها اختفت عند باب الأسانسير. ضغط الزرار، ولما اتفتح الأسانسير لقى جواه سلم. دخل بسرعة، بس حتى بعد ما وصل للنهاية ما لقاش الحرامي. طلع إنه مستخبي تحت الجرف وبيشاور للخيول يسكتوا. لما نقار الخشب لقى إنه مش قادر يلاقيه، وعد إنه هيطلعوا حتى لو حفر الأرض 3 أمتار، وفعلا لقى الحرامي. ولما شافه هيقع، نقار الخشب جري بسرعة ورماله مرتبة، لكن ما كانش متخيل أبدا إن المرتبة مليانة صبار. نقار الخشب اللي رجع الشنطة فتحها بسرعة، وكان فاكر هيلاقي ذهب، لكن لقى جواها بومة.